يقولون يعني كابتن كرامي ان نادي الاهلي نادي حكومه. يدعون من الحكومه عكس الانديه الثانيه. بص يا كابتن عبد الله، حان الوقت هو السؤال صح ولا مش صح؟ لا طبعا ده غير الحقيقه. حان الوقت بقى اللي الناس تفهم المصطلحات كويس جدا. يعني الاهلي نادي بيشرف الدوله، ما هوش نادي الدوله يعني. احنا شفنا امبارح احتفال هستيري من حسام صالح، وده رئيس الشركه المتحده للاعلام المسيطره على الاعلام الرياضي في مصر، وقنوات اون بيحتفل في مباراه الاهلي والزمالك بطريقه، يعني هو كمان مش كزملكاوي بقى، لا ده جايب الكاميرا عليه عشان خاطر في مكايده يعني، وده راجل في منصب. شفنا السيد وزير النقل اللي انا بحبه وبكن له كل احترام بيقول لك الاهلي بيكسب بالفار ومفيش بطولات، خرج عن نطاق وظيفته. شفنا قد ايه تصريح وزير الرياضه بيقعد لاول مره في العالم وزير رياضه يقعد مع لاعب يتعاقد معاه، قبل كده ساسي. شفنا التعاقد، فتح قيد بالليل وديون بتتاجل فوق ال 78 مليون بتتاجل، اخفاء خطابات، ايقاف قيد الزمالك، تعديل في موعد النادي الاهلي في البطولات الافريقيه، وحذف بنود التنظيم بتاع البطولات، عدم تسديد رسوم. شفنا كل ما نتخيله، ولكن الاهلي في الاخر نادي الدوله. كل هذا الدعم في الاخر تلاقي على المستوى الافريقي اللي هو ما فيهوش بقى فار يوجه، ولا في حكام بتقول احتواء، ولا في روح بروتوكول. على المستوى الافريقي الاهلي في اخر 5 سنين موجود في كل النهائيات. الاهلي يحرز برونزيتين كاس عالم بالفار. الاهلي يحرز سوبر افريقي السابع والثامن كرقم ريكورد مش متحقق. الاهلي يحسب التاسعه والعاشره في دوري الارقام، دوري الابطال ضعف نادي الزمالك. اذا الاهلي يشرف الدوله رغم ان المنافس ياخذ جميع الامتيازات من الدوله. عكس الاهلي. عكس الاهلي تماما.